السلام عليكم أحبائي ومرحبا بكم في قناتي مطبخ تتريتينو. اليوم جبت لكم واحد طبق مغربي أصيل لكي يزين موائد المناسبات والأعراس، اللحم المدغمر بالبرقوق واللوز. طبق لذيذ وبطعم معسل ومتوازن كيجمع بين طراوة اللحم وحلاوة البرقوق وقرمشة اللوز. إلا بغيتي تحضريه بطريقة ناجحة وبمذاق رائع بحال ديال الأعراس أو بحال ديال المناسبات، تابعي معايا الفيديو خطوة بخطوة. دابا ان شاء الله تعالى غندوزو للمقادير ديال داك اللحم المدغمر. عندنا اللحم، التوابل، الثوم، العطريه ديال المروزيه، قرفه، البصل. صافي، هادو هما المقادير اللي غنحتاجو في هاد اللحم المدغمر اللي تيجي لذيذ بزاف. دابا ان شاء الله غندوزو للطريقه او التحضير ديال داك اللحم. تناخذ الكوكوط وتنعملو فيها اللحم القياس اللي بغيتي ديال اللحم، القياس له سواء كميه قليله او كثيره او اللي بغيتي. المهم هو ان الطريقه كيفاش هذا اللحم تيجي مدغمر وتجي فيه البنه ديال المناسبات. تنزيدوا معاه واحد الكاس ديال الماء اللي فيه ضمه ديال الزعفران، كذلك تنضيفوا واحد المعلقه صغيره او على حسب الذوق اللي بغيتي ديال الملح. تنديروا الفلفل الاسود او الابزار معلقه صغيره. انا عندي 2 كيلو ديال اللحم، انت ديري الكميه اللي بغيتي. كذلك سكنجبير معلقه صغيره، كذلك الكركم او الخرقوم معلقه صغيره. تنضيف واحد 3 ديال الضريسات ديال الثوم اللي مهروسين او مدقوقين. الا بغيتي اللحم يجيك زوين بنين بزاف ديري فيه واحد المعلقه صغيره ديال التوابل ديال المروزيه. تنزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال السمن. صافي، تنحركوا داك اللحيمه باش تنسجم مع داك المواد اللي زدنا فيها او العطريه اللي درنا فيها. هاد اللحم هذا راه ديال الملش، دغيا هو تيطيب، ما تياخذش واحد المده طويله في الطياب. حنا ما درناش الزيت دابا، خلي داك اللحيمه تشرب داك التوابل اللي زدنا معاها. نخليوها واحد شويه، واحد 10 ديال الدقائق تقريبا. بالنسبه للبصله اللي غنديروا مع هذا اللحم، نوريكم الطريقه كيفاش نقطع البصله. انا دائما تنشارك معكم التقطيع ديال البصله ما تنقطعوهاش بطريقه طويله، تنقطعوها بطريقه بالعرض ديالها باش تجي داك التغميره بنينه ودغيا تطيب وما تاخذش واحد المده طويله في الطياب. وحتى في الطياب ديالها تتكون مدغمره، يعني تتكون رطبه. وراكم عارفين التغميره ديال اللحم كيفاش تجي، البصله ما تتبانش، تجي طايبه مزيان. نشارك معكم الطريقه ديال البرقوق. ربما تقولي مع راسك الطريقه ديال البرقوق راها ساهله، راه تشدي البرقوق وطيبيه في الماء. هو راه طريقه خاطئه، ما عمر شي حد ما قال لكم الطريقه ديال البرقوق كيفاش يمكن لك طيبيه. هذا البرقوق هذا راه خديته كانت واحد الحبه صغيره بزاف، خديته رقدته ليله كامله حتى ولا منفوخ ولا كبير. تنديرو في واحد الكاسرونه مع الماء ديالو النيت، وتزيدوا معاه واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، وتنضيفوا معاه واحد 2 معالق كبار ديال السكر. انا عندي تقريبا واحد 4 ديال البرقوق. تنضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال القرفه. هذا البرقوق هذا راه واخا تيبرد تيبقى منفوخ، اما الا درتي البرقوق مباشره وطيبتي في الماء ملي تيبرد تيتكمش. هذا ما تيتكمش ابدا، تيبقى منفوخ في الحجم ديالو زعما الطبيعي الزوين. تنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الماء زهر. تنديروا البرقوق غير يتعسل، يعني ما تياخذش واحد الوقت طويل، يعني غير يتعسل. صافي، تنشعل عليه النار
متوسطه. من بعد ما داك اللحم شرب داك العطريه مزيان، تنشحروه مزيان في داك العطريه باش داك اللحم ياخذ داك المذاق ديال العطريه ويجي بنين. من بعد تنضيفوا عليه واحد العويده ديال القرفه، تنزيدوا معاه واحد الكاس صغير ممزوج او مخلط مع زيت الزيتون وزيت المائده. انا بالنسبه 2 كيلو ديال اللحم درت معاه واحد 5 ديال الحبات ديال البصله. ها هو الشكل ديالو، تيجي محمر بداك العطريه اللي زدنا معاه. صافي من بعد نقفلوا على الكوكوط مده ديال واحد 20 دقيقه، راه ما تياخذش هذا المزج واحد الوقت طويل في الطياب. من بعد ما دازت داك المده ديال 20 دقيقه، ها هو اللحم طايب. من بعد تنزولوا داك اللحم باش نخليو داك البصله تكمل الطياب ديالها وتخمر لينا. هاد اللحم هذا راني زدت معاه العطريه ديال اللحم، راه ما تصورتش في الفيديو. زيدي معاه واحد المعلقه صغيره ديال العطريه ديال اللحم، راه تيجي فيه واحد اللذه رائعه بزاف. المهم انا بغيتك تجربي هاد الطريقه هذه وغتعرفيني انني تنهضر بكل مصداقيه. صافي خليو داك البصله طيب لينا. ها هو اللحم زولناه صافي طايب فتي رطب. شوفي كيفاش تيجي شحال فتي. مره بقاو نحركوا داك البصيله حتى تطيب لنا تماما وتبقى غير في داك الزويته ديالها. نزيدوها مازال واحد شويه. مره بقاو نحركوا داك الدغميره او داك البصله حتى تتغمر لينا تقريبا، راه قريبه توجد. نبقاو نحركوا فيها حتى تتبقى غير داك الزويته ما تيبقاش فيها الماء بتاتا. من بعد تنزيد على واحد الكاس كذلك مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. ما كانش عندك زيت الزيتون ديري غير زيت المائده صافي. ونخليو داك البصله او داك الطغميره تشحر مع داك الزويته واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق. صافي الطغميره ديالنا هي موجوده. ها هي شوف الزيت كيفاش تتبان من فوق منه، يعني ما بقاش فيها الماء نهائيا. هاد الطغميره راها وجدات وطابت. ها هي كيفاش تجي داك البصله دابت. البرقوق ها هو تقريبا بدا تيتعسل لنا داك البرقوق. من بعد ما تيتعسل داك البرقوق شويه تنضيفوا عليه واحد المعلقه كبيره من العسل. صافي دابا ان شاء الله غنمشيو للتقديم. نوضعوا داك الحمى ديالنا في اناء ديال التقديم صافي. وتنقادو داك الحمى في الطبسيل ديالنا.
من بعد تنوضوا عليه ديك التغميره. شوفي ديك التغميره كيفاش جات محمره ومعلكه، فيها واحد المنظر زوين وواحد المذاق. يعني ما نقولكش هذا المذاق كيفاش تيجي واحد المذاق زوين. بالنسبه لديك العطريه اللي زدنا معاه تخلي فيه واحد اللذه خاصه. داك البرقوق ديالنا نفدناه في الجنجلان، تنزوق بيه داك الطبق ديالنا ديال اللحم. كذلك الا بغيتي تضيفي اللوز للتزيين ممكن تضيفيه. ما كانش عندك اللوز راه ماشي مشكل، داك البرقوق راه كافي. اللوز تيعطيه منظر زوين. كذلك انا كان عندي شويه ديال الكركات هو زينت به تزيين اختياري، زيني بالطريقه اللي بغيتي، داكشي اللي عندك زيني به. المهم هو المذاق. صافي ها هو الطبق ديالنا راه موجود. وفي الاخير نتمنى تكون عجبتكم الطريقه ديال التحضير ديال اللحم المبغمر بالبرقوق واللوز. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك واشتركوا في القناه مطبخ تريتينو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال الوصفات التقليديه المغربيه. وفي الاخير تشكركم بزاف على الدعم ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله تعالى في وصفه جديده ان شاء الله وبالصحه والراحه، وتبقاو على خير. مع السلامه.